واحد من المخرجين الأندر ريتد في مصر، واللي بصراحة أنا شايف إن هو مش واخد قدر الكفاية من اللي هو يستحقه من الأعمال الناجحة اللي عاملها، وهو حاسه كده ما فيش عمل خيش منه أو عمل مش ناجح. هو عمل جراند أوتيل، وعمل مسلسل طريقي، وعمل التحفة الفنية كل أسبوع يوم جمعة. وهو المخرج محمد شاكر خضير، بصراحة مخرج عالمي، كل عمل عن عمل بيبهرني أكتر. يعني لسه مخلص مسلسل اخواتي، وبصراحة مبهور بالمسلسل، بالقصة، بطريقة السرد، الإخراج بصراحة خطير جدا. محمد شاكو فضير من الناس المميزة جدا في مصر اللي بتعمل دراما وناجح جدا. حاسس ان الراجل ده اندر ريتد جدا ومش واخد قدر الكفاية. لو مسلسل اخواتي ما اتفرجتش عليه في رمضان، وقلت اتفرج عليه دلوقتي الايام دي يعني، ولسه مخلصه، وبصراحة مبهور جدا. المسلسل بيحكي عن 4 اخوات، بتحصل يعني قصة كده، مش عايز احرق. بصراحة المسلسل حلو جدا، وبالذات يعني وبالاخص حاتم صلاح. المسلسل ده يا جماعه خطير 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 جدا. مدرسه كوميديه مختلفه، مفيش حد شبهه في الطريقه والستايل. هو بصراحه جامد جدا. ومعاد طارق برضه عامل شغل حلو جدا في المسلسل ده. وعامة يعني أنا بحب جدا جدا محمد شاكر الخضير، يعني بصراحة الراجل ده جامد جدا. كل المسلسلات اللي عاملها بصراحة مميزة جدا، جراند أوتيل، طريقي، كل أسبوع يوم جمعة، ده لوحده قصة. ما تنساش تعمل لي لايك وفولو. يلا، السلام.